النهارده هنعمله الفطير انا وامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهارده هقول لكم نعملوا شوية فطير لأن احنا زهقنا من اللحمة والفشة والكرشة والكلام ده كله. أنا أقول لكم نجيبوا 3 كيلو دقيق ونص كيلو سمنة. 3 كيلو دقيق ونص كيلو سمنة ورشة ملح وشوية المية من عندنا، ونقوم رايحين عاملين لنا شوية فطير. الفطيرة بتتباع بكام؟ ب20 جنيه، ده عندنا احنا ب20 جنيه وصغيرة. ماشي، لو عملناهم في البيت مش هيكلفونا 100 جنيه. ال3 كيلو دي لو اشتريناهم هنشتريهم ب 300 جنيه، فاحنا اولى بالزياده. وانتوا شايفين المرتبات والعيشه الحمد لله، مش هنقول اكتر من الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. فاحنا نعملهم في البيت. ماشي، هي رشه الدقيق، رشه الملح و3 كيلو دي وشويه الميه ونص كيلو السمنه. نخلوه زي ما انتوا شايفين كده. نجيبوا الدقيق نخلوه ونظبطوه، خلصوه من النخل نقعدوا بقى نعجنوه واهو قدامكم. ماشي اهو يتعجن يبقى حلو، والواحد بيقرصه على الطبليه وهو قاعد، وتقعدي والله ما بياخد حاجه، نص ساعه تكونوا مخلصوه. نعمله بقى؟ نقرصوه نحطوه على الطبليه نسيبوه يرتفع نص ساعه ولا ربع ساعه حتى يرتفع العجينه بعد ما تعجنيها خالص وتقرصيها، عشان لما تيجي تبططي ما يلمش معاكي، يبقى يتبطط سهل ويريحك. ماشي، يا دوبك نسيبوه ربع ساعه يرتفع، ونقوم رايحين مبططينه، نبططوه ونفردوه ونقوم ونقرصوه زي ما انتوا شايفينه كده. 20 واحده عملناهم من ال3 كيلو دي اهو، مبططوه وخلاص على كده، ونفردوه وندهنوه بالسمنه ونحطوه في الفرن. والله العظيم انا عاملاه على الفرن من فوق، على البوتاجاز من فوق. يعني تحط الصينيه من بتوع الفرن وتدهنها شويه حته سمنه ولا حاجه ولا شويه زيت اللي عندك، وتقوم رايحه ماسكاها، تدهنيها وتقوم رايحه ماسكاها حطها في الصينيه على البوتاجاز، وشويه تسيبيه شويه يحمر شويه من تحت، وتقومي مقلباه، ترجعي تاني يحمر شويه وتقومي مقلباه، تقلبيه مره كده ومره كده، تقلبيه شويه تسيبيه يتلدن، وتقومي رايحه مطلعه وحطها على الصينيه جنب منك. يبقى والله العظيم تحفه تحفه تحفه، واحلى من اللي بيتعمل بره. احنا غاسلين ايدينا، غاسلين الحاجه اللي احنا هنعجنه فيها، غاسلين صوانينا، غاسلين حاجتنا، ناخلين الدقيق، عاملين كل حاجه. اللي بره ده ما تعرفيش بينخل الدقيق ولا ما بينخلهوش، بيغسل ايده ولا ما بيغسلهاش، يعني كده. السمنه بتاعته عاملها ازاي او جايبها ازاي، او سمنه حلوه او مش حلوه. احنا حاجتنا جايبينها مضمونه وحلوه في البيت، احسن من كمان من ما نشتروها. وكمان بقى لو انت عايزاه تعملي شبه بتاع الفلاحين، تجيبي لك ربع كيلو قشطه، اللي هي القشطه الفلاحي دي، وتقوم جايه بعد ما تبططي الفطيره ودهنتها سمنه وعملتها كل حاجه، تقوم رايحه ماسكه الفطيره عامله بقى دهنه وشها بقى قشطه، وتسويها بقى على البوتاجاز من فوق. والله العظيم ولا فطير الفلاحين الجميل الحلو ده هو الفطير ده اهو. بص الفطيره حلوه ازاي، والله العظيم جميله. ويا رب يا رب كل واحد نفسه حاجه يجيها له. كل سنه وانتم طيبين. والنهارده كده عملنا لكم الفطير، ويا رب يعجبكم. ماشي، يا رب يعجبكم الفطير اللي احنا عملناه. احنا ممكن نعمله فيه بقى، نمسكوه نجيبوه في اكياس لو احنا عملنا كميه كبيره يعني، ومش عايزينها بدل ما تبوظ خساره، ولا احنا بدل ما كل شويه هنعمله، ممكن نعمله كميه كبيره ونقوم رايحين جايين عاملين فيها الكميه الكبيره دي، نقوم رايحين جايين ماسكينها معبينها في كياس بيضه حلوه، ونقوم حاطينها كل 2 في كيسه، كل 3 في كيسه، كل واحده في كيسه زي ما تحبي، وتقوم رايحه حاطاه في الفريزر. بعد ما تطلعيه تقعدي تاكليه بقى، تطلعيه من الفريزر تحطيه في صينيه وتحطيه تحت الشوايه وتسيبيه 5 دقايق. 5 دقايق تسيبيه 5 دقايق تحت الشوايه، تلاقيه بقى طري وحلو وبقى سخن كده زي ما تكوني لسه مسويه دلوقتي ومطلعاه من الفرن تاكليه. ممكن تقطعي حتت صغيره وتحطي عليه لبن وسكر وتاكليه. ممكن تاكليه كده بالعسل، ممكن تاكليه بالجبنه القديمه، ممكن تاكليه بالكريمه، ممكن تاكليه باللبن الرايب ده لو انت عايزه. كل حاجه متاحه، بالعسل النحل، باي حاجه تعجبك تاكليه. يا رب هو ده الفيديو اللي عندنا النهارده، ويا رب يعجبكم، ويا رب حاجتنا